الغاليين اهلا بيكم. الكحك دايب جدا معانا، بمجرد ما بضغط عليه بصباعي الكحكايه بتتفتفت. شايفين دايب جدا. هنعمله بمقادير مظبوطه بطريقه امهاتنا بتاعت زمان، وهتعتمدي الطريقه دي على طول. شايفين تحفه جدا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، يعني الدقيق العادي خالص. عشان اعلي جودته شويه ويبقى حلو في الكحك باخد منه معلقه كبيره اهو من الدقيق، وببدلها بمعلقه نشا كبيره، وبحط عليها ربع معلقه ملح ومعلقه ريحه كحك ما بانتش معايا بس، و3 معالق سمسم كبار ومعلقه بيكنج باودر صغيره، وبقلب كله في بعضه. وبعدين بجيب السمنه اتحاها دي سمنه بلدي، ممكن تعملي باي سمنه. دول 550 جرام، اتحاهم كويس. 550 شايفين بيعمل فوران في الدقيق اول ما بحطه على طول. 550 يعني نص كيلو ونص كوبايه عليه. بدخله كده في الدقيق، وبعدين بركنها تهدى شويه من السخونه على ما اجهز الخميره. مكان السمنه بحط 3 معالق سكر كبار ومعلقه خميره فوريه كبيره وكوبايه ميه دافيه وسط، يعني اكبر من المج بشويه، ما تزوديش عن كده. كوبايه ميه دافيه وسط. وكده اهو العجينه هديت معايا شويه من السخونه. ببسها كويس، لازم تبسيها كويس، وده اهم حاجه في الموضوع. ما تقوليش ده هي كلها سمنه ومش هينفع تتبس، لا، لازم تبسيها كويس جدا. وادي الخميره هي بدات تتفاعل معايا. بدخل بقى بحطها على مرتين وبلم بيها العجين. بلم بيها بس مش بعجن، بلم العجينه بيها. ما تزوديش عن كده. الميه ما تزوديهاش عشان خاطر ما تنشفش الكحك معاكي. وبختبر بقى العجينه، لو هي العجينه كده معاكي وبتدخلي فيها صباعك وطريه خالص اهو، ما بتشققش خالص، كده العجينه مظبوطه. طب بتشقق، يبقى تحط لها ربع كوبايه ميه دافيه تاني، وبركنها شويه على ما اجهز بقيه الحشوات. انا مش بخمرها. دي برضو الملبن قطعته وحطيت له معلقه سمنه بلدي كده بفك الملبن بيه وبسيحه كده عشان خاطر يبقى سهل معايا. بعمله بقى كور صغيره كده، وبحطه في النشا عشان ما يلزقش وانا شغاله فيه. معلقه نشا كده بعمل بيها الملبن عشان ما يلزقش. وده عين جمل. وهشتغل على طول. لو انت مش هتحشي وهتشتغلي على طول ما تخمريش، او احنا ما بنخمرش الكحك. بمسك الحته العجينه اهي، شايفين طريه معايا وتحفه جدا معايا. اجوفها واحط فيها الملبن وادورها، وبضغط عليها ضغطه بسيطه عشان دول هعملهم بالبصامه. الاشكال اللي انت عايزاها اعمليها. لو عايزه تعملي بالمنقاش اعملي، وعندك اعملي. انا بستسهل البصامه والاشكال التانية اهو. اي شكل اهي البصامه اهي، ودي اشكال كحك بتتباع في كل حته. الشكل اللي يعجبك اعمليه، وكده كده الشكل بيتدارى مع السكر. فانت عادي اعملي الشكل اللي يعجبك. لو عايزه تعملي بالمنقاش اعملي. بعمل بقى كل العجين بعين الجمل والملبن. مش عايزه اقولك الكحك بقى غالي جدا دلوقتي، وبالذات لما تكوني عاملاه بعين جمل وملبن. مهما تكلفي مش هتكلفي ربع بره. اعملي بقى الاشكال اللي تعجبك. وفي الوقت ده بكون مجهزه الفرن على درجه حراره 180، واكون مسخناه من قبلها، وبحطه في الفرن. مش هقولك طبعا بياخد كام، لان كل فرن تختلف، هيحمر من تحت ومن فوق، بس انا زودت عليه شويه على الشوايه عشان انا بحبه محمر اكتر. ممكن تخلي في الفرن بس وما تعمليش في الشوايه خالص لو انت حباه فاتح عن كده. شايفين تحفه جدا بجد. الطريقه دي مظبوطه 100%. هقولك بقى على شويه معلومات. لو انت عايزه تعمليه يقعد معاكي كتير، تعملي زي ما انا ما عملت، بتقدحي السمنه وتعجنيه بميه. لكن لو انت هتاكلوه على طول ممكن تعملي على البارد، السمنه تكون بارده وتعجنيه باللبن. فانت كده انت براحتك. طب في ناس بتقولي انا ما بعرفش السمنه قدحت ولا لا قبل ما احطها على الدقيق. بتاخدي فتفوت الدقيق ترميها في السمنه، لو عملت معاكي فوران يبقى كده السمنه اتقدحت كويس معانا. فتفوت الدقيق ترميها في السمنه قبل ما تحطيها على الدقيق، هتلاقيه عمل فوران كده. يعني فتفوت الدقيق عملت فوران كده، تبقى السمنه اتقدحت. يا رب يكون عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب.